انا ما فهمتش مال البشر تا كيسالي قرايته في حاجه وكيخدم في حاجه اخرى. لا تخي السطبر والقرايه ما كتساليش اصلا، واصلا ما كنقراوش غير باش نخدموا. كاينه واحد اللعيبه سميتها التكوين الذاتي، واليوم غادي نتكلموا عليها معكم عصام رضوان ومحفوظ. وانتم كتسمعوا البودكاست بثلاثة في ثلاثة. التكوين الذاتي هو ديفلوبي المهارات ديالك وتعلم شي دومين جديد بلا ما تحتاج تقرا في السكوينه، وانت اللي كتحكم في الريتم ديال التعلم. والخطوه الاولى في التكوين الذاتي هي تحدد شنو بغيتي تتعلم، يعني الاهداف. واش تدخل صريف وتولي بحال ايلون ماسك؟ واش بغيتي تتعلم لونجلي ولا البروغراماسيون ولا الديزاين؟ المهم اللي بدك اياه. الستيب الثانيه هي تقلب على الطرق والادوات المتوفره باش تتعلم لهذيك المهاره. والخطوه الاخيره انت اللي كتحكم فيها، وهي امتى غتبدا تطبق هذا الشيء اللي دوينا عليه وتحيد عليك العجز صاحبي. يلا نوض بركه من الناس. ولكن اخي عصام، كيفاش بدا هذا البلان ديال التكوين الذاتي؟ انت خير رضوان، كلنا كنعرفوا افلاطون وعشيرو سقراط في اليونان القديمه. هاد خوتنا كانوا كيقدروا بزاف المجهود ديال تعلم راسك براسك، وكانوا كيعتبروه شكل من اشكال الحكمه. اييه، في 1926 بان اول مره المصطلح ديال سيلف دايركتد ليرنين، اي التعلم الموجه ذاتيا. هذا المصطلح بان في الكتاب ديال معنى تعليم الكبار اللي كتبه سي ادوارد كريستيان لينمان، وهو كاتب امريكاني عفيريت خاطر فهادشي ديال التعليم والتعلم كدا منا. هذا السط كان تيقول باللي خاص التعليم يكون متزامن مع الحياه، وتيقول باللي البالغين ديما عندهم حاجه عميقه للتوجيه الذاتي. ايوا من ديك الوقيته خد سين انتشر المصطلح في العالم وفي التاريخ حتى اليوم. نرجعوا لحياتنا دابا. المنافع ديال التكوين الذاتي كثيره نقدروا نفصلوا فيها في حلقات اخرى، ولكن خلينا نشوفوا مع محفوظ كيفاش نستغلوا التكنولوجيا في هذا البلاط. كاين واحد الكنز سميتو واي كومبينيتور، فيه سي اوز كيعاودوا على رحلات ديالهم في ستارت ابس بحال اير بي ان بي، دروب بوكس، تويتش وبزاف اخرين. فابور في اليوتيوب. من غير هادشي كاين واحد تكنيك زين سميتو ساند بوكس. باختصار هو سبيس كتقادو راسك باش تمارس فيه الحوايج اللي كتعلم، حيت بهاد الطريقه غدوز غالبيه الوقت كتمرن وكتجرب، ماشي غير كتقرا وصافي. مثلا بغيت نتعلم نكتب ارتيكلز، الساند بوكس ديالي في هاد الحاله هو البلوج. غندير كونت في ميديوم، ووردبريس ولا بلوجر، وغنبدا نتعلم نظريا ونجي نطبق. الساند بوكس خصو يكون واحد رخيص ولا فابور باش ما يعطلكش في البدايه، جوج ما عندوش توقعات كبيره منك باش ما تخافش تفشل ولا تحط خدمتك، ثلاثة بابليك، حيت ملي كتحط خدمتك هكا كتولف يجيك فيدباك واراء مختلفه. الدمباز مصيفط ثاني شي حاجه، وهاني كونت راسي براسي وفين الدبلوم باش نخدم. ايوا صافي. من واحد الناحيه الدبلوم او الكارطون راه ماشي ضروريه باش تخدم، ولكن كيفاش غيقدر يضمنك مول الشكاره؟ خليو لينا الاراء ديالكم في التعليقات. خليونا الكومنتس وما تنساوش تبارطاجيو الحلقه مع اصحابكم.